وأختها وصنوها في النضال والكفاح والوفاء، من أرض الوفاء التي ظهر فيها ثقل معالي الوزير الأستاذ الدكتور رضا عبد السلام، رمز تمثال نهضة مصر رقم 9، حيث ضربنا المثل في الدعم والحشد والتأييد من أرض خولنجيل إلى أرض جديدة، أرض الكفاح والنضال، قاهرة لويس والفرنسيين، ومن موقع تل جديلة في معركة الوجود، أكون أو لا أكون، حيث سطر أهل المكان عبر الزمان أروع ملحمة وأسطورة خلدت عبر التاريخ كله. هذه الملحمة وهذه الأسطورة بقيت شاهدة على مواقف الرجال، على مواقف الرجال الأفزاز الأشداء، فتحية إجلال وتقدير للرجال في كل مكان، تحية تقدير لكل المصريين، تحية لمصر وللمصريين ولقائد المسيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحية من هنا لكل من حضر من عائلات جديلة، ولكل من شرفنا من أهل خولنجيل، ولكل أحياء المنصورة المتنوعة المتمثلة الآن في عائلات وأفراد وأشخاص. تحية من القلب إليكم في هذا الاحتفاء الذي يمثل الوعي من معركة الكفاح على أرض الجهاد إلى معركة الوعي. ننطلق الآن إلى معركة نثبت فيها أن الوعي أيها السادة لا يرتبط بشهادة علمية، ولا يرتبط بمكانة كبيرة أو صغيرة. الوعي هو إدراك الواقع. لذا تحية إلى العامل البسيط في هذه الأرض قبل الحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه، تحية إلى كل من أدرك واقعه بعقلانية وتفهم، وعلم أن هذا الرمز هو مثال حقيقي يستطيع أن يمثله تحت قبة البرلمان، يستطيع أن يمثله ويعبر عن آلامه وعن آماله وطموحاته. تحية إلى هذا الرمز الجالس هنا في هذا الموقع، إلى الدكتور رضا عبد السلام، رمز تمثال نهضة مصر. أيها الأحبة الكرام، نقف الآن أمام مشهد تاريخي لهذا المكان التاريخي، ليقول من شاء ما شاء فيه، وليعبر كل محب عن محبته ودعمه لذلك النموذج الذي يستحق التقدير. ابن القرية المصرية الذي نشأ في طينتها وترابها، الذي اجتهد وعافر بيده وبساعده حتى وصل إلى هذه المكانة، نموذج أمل لكل شاب طموح يريد أن يصل في يوم من الأيام إلى مكانة سامية. بوابة الأمل، بوابة الثقة، بوابة الأمان، بوابة التعبير عن الرأي والتعبير عن الحلول وإيجاد حلول عظيمة وحلول اقتصادية وعلمية. هو ذلك الرجل الجالس على المنصة الآن، فضيلة الدكتور رضا عبد السلام، رمز تمثال نهضة مصر. الآن أيها السادة، ليس هناك أبلغ من أن يعبر عن أهل جديلة إلا من هو منهم ويمثلهم، وكلكم بمجيئه اليوم يعبر بمحبة صادقة لهذا الرجل عما في قلبه وعما يجيش في قلبه. لكن الكلمة الآن إلى الأستاذ السيد شعبان، موجه عام اللغة العربية، ليقول كلمته نيابة عن أهل الجديلة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء
أنا بشكر الأخ الفاضل اللي ما خلاليش حاجة أقولها. بصراحة ما خلاليش حاجة أقولها. لكن قبل ما أتكلم أنا شايل إيدي من الانتخابات، ولكن احترامي للدكتور رضا عبد السلام دفعني إلى الحضور وتقديم الجانب الإنساني في الدكتور رضا عبد السلام. وأنا داخل لسه أول ما جيت قابلني أخ فاضل ومحترم من جديلة ويقول لي: إيه يا أستاذ سيد؟ هو أنت هتبقى خطيب المحافظين؟ فبقول له: مش فاهم. قال لي: أنت قدمت المؤتمر الانتخابي لمعالي الوزير سعد الشربيني لما تقدم لانتخابات مجلس الشعب أيامها، والنهارده جاي للدكتور رضا محافظ الشرقية. قلت له: ده شرف كبير ليا إن أنا أقف قدام الدكتور رضا. هذا الإنسان علمني أبي احترام الكبير، والكبير كبير القيمة والمقام، كبير الفعل والعمل. اتعلمت الأصول إن واجب عليا أجي لهذا الإنسان المحترم الذي عرفته من ألسنة أهل الشرقية في أثناء تصحيح الثانوية العامة، وقت ما كان حضرته محافظ للشرقية. كان الكل يكلمني بتوع الشرقية بيجوا يصححونا: الدكتور رضا من عندكم، الدكتور رضا من عندكم، الدكتور رضا من عندكم. فكنت بحس بفرحة ولم ألتقي به. ثم جاء اللقاء الأول في مناسبة حفل زفاف بنت أخويا المتولي عبد الهادي، ودخلت القاعة وقعدت على الترابيزة. كنا 5 قاعدين على الترابيزة، اتكلمنا كتير وخدنا ودينا.